الجزائر إلى كأس إفريقيا والمونديال. بالفعل. تفضل يوسف. سأحاول مع ذلك أن أضيف بعض الاستجوابات إذا كان ممكن. أجواء جميلة جدا عبد الحفيظ، والله أجواء جميلة جدا، لا يمكننا أن نقطع اللاعبين عن فرحتهم حتى يبدون بالتصريحات. سننتظر أنهم يكملون هذه الفرحة وسأستجوب الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. هذه الفرحة لا تضاهيها فرحة أخرى. الشعب الجزائري طبعا عادت له البسمة ويتأهل إلى كأس إفريقيا، والنقطة والعلامة الكاملة لهذا الجمهور الكبير. حاليلوزيتش سيرفع على الأكتاف. حاليلوزيتش، وحيد حاليلوزيتش يرفع على الأكتاف. تفضل يوسف. والله هم في فرحة كبيرة، يودون أنهم يحتفلون ثم يتكلمون عبد الحفيظ. مع ذلك سأحاول أن أقترب من لاعب آخر لأن الفرحة لا تنسى وهم يحيون الجمهور الجزائري. هذه فرحة كبيرة جدا. هنيئا للجزائر، هنيئا للشعب الجزائري. جار معي على المباشر. مباراة كبيرة، دخلت في تغيير تكتيكي، والآن احنا في جنوب افريقيا. كيف كان الانصار؟ كيف كانت المباراة؟ الحمد لله كانت مباراة صعيبة، ربي يكون ونزلنا مباراة صعيبة، الحمد لله عرفنا كيفاش ندخلوا الشوط الأول، وكما نقول لك عرفنا كيفاش نسيروا. ما كاين هدفين أولانيين سيرنا مليح المباراة. اللاعبين سيرتو التكتيك. كلمني على الانصار اليوم سعد التجار. ما عنديش ما نهضر، علامة كبيرة. بارك الله فيك، بالتوفيق. اذا هذا سعد التجار، ساحاول ان اجلب بعض اللاعبين الاخرين زميلي عبد الحفيظ. يا يوسف، هذه فرحة كبيرة جدا، حتى اننا نذرف دموعا مع عبد الرحمن المهداوي. طبعا فرحين بهذا التأهل الكبير، تأهل الجزائر المستحق، تأهل الخضر المستحق. معي ايضا اللاعب السابق والمتميز عبد الحفيظ تصفوت، مانجر العام للمنتخب. عبد الحفيظ، اليوم قبل ما نطرح لك على المباراة، الانصار والجمهور كانوا رائعين. احنا كنا منتظرين هذا الجمهور. باش هذه كان احنا سمعنا المدرجات الملعب كان 8 سوايع قبل المباراة. سيبري كانت 9 دقيقة على تأهل الآليات. الحمد لله رانا في كأس الفريق 2013. C'est vrai que bon, l'essentiel c'était de se qualifier. Dans l'ensemble, on marque ce jeu, c'est toujours bien. On marque 2-0, même si on pouvait marquer plus. Mais bon, on est content pour la qualification. عبد الحفيظ، حتى المنتخب اصبح يقنع اليوم، يلعب بكرة جميلة جدا. كنا نسبوا نديروا مقابله احسن. لو كان الفريق الليبي لو الفريق الليبي كانت مسك شويه في اعصابه، كانت تدور باللي مقابله تخرج شويه احسن. هو ما كان عنده ما يخسر، وحنا كان عندنا تاهل نظن اوبو. ليسونسيال بور نو سي لا كاليفيكاسيون بور لي ماتش. اون لوكازيون دو جوي دوطخ ماتش، مي نظن التاهل هو كان الاهم. الف مبروك. بارك فيك. هذا عبد الحفيظ تصفاوت. ساحاول ايضا ان اقترب من بعض اللاعبين الاخرين. تفضل يوسف، تفضل. إذا كان فيه اللاعبين أمامك في صورة جميلة جدا. تحية لكل ماجد بوقرة، وفوقه مباشرة رياض بكبوس. ماجد امتيموس. الحمد لله، c'est une belle victoire des jeunes. C'est un groupe qui se construit. Il y a beaucoup de bons joueurs comme Saïd, Soudani, Riyad, Fegouli et tout. Donc, alhamdoulilah. Pour le public, super, magnifique. Fair play, était comme ça. Riyad, un petit mot sur le public. On va toujours fier de notre public, et heureusement qu'on les a derrière nous, parce que ça nous booste encore dans les matchs comme ça, et on remercie encore toute l'Algérie. Très content, félicitations. هذا رياض بودبوز وماجد بوقرة. شكرا. هذا ماجد بوقرة اللي ما لعبش ومصاب، ولكن يعيش الفرحة مع رفاقه
يعيشوا الفرحة مع الجزائريين. مصطفى مهدي معي. مصطفى مهدي. مصطفى, c'était un grand match et un petit mot sur le public et puis on va parler sur le match. Ouais, le public est formidable ici, on le savait déjà. Donc merci à eux d'être venus et de nous avoir soutenus comme ça. C'était une belle soirée. Inch'Allah, on fera une grande canne. Félicitations. معي ايضا جمال مصباح الذي هو يلتقط بعد الصور مع الانصار المنتخب الوطني الجزائري. ساترك له الفرصه لكي ياخذ صوره تذكاريه ثم سنحاول استجوابه. عبد الحفيظ. جمال مصباح اليوم une qualification à la CAN, donc on est vraiment content. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de très bien, c'est un travail de quand même 2 années, et très fier, très content, et maintenant on s'est qualifié, Inch'Allah on va se préparer pour faire une super CAN. Vous n'aviez pas la chance de participer aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ouais, tranquille, c'est pas grave, il y a les autres qui ont joué, pas de problème. هذا جمال مصباح. سأحاول أن أقترب عبد الحفيظ إذا كان فيه أيضا الوقت من بعض اللاعبين الآخرين. إذن فرحة كبيرة وأجواء رياضية كبيرة. طبعا الشعب الجزائري. عبد الحفيظ عفوا عن المقاطعة، قطعتك كثيرا. معي بن موسى اليوم مباراة كبيرة للمنتخب الوطني. دائما نبدأ بالأنصار اللي كانوا اليوم في المستوى. الحمد لله بور لو كاليفيكاسيون هذا كما قال جات في وقتها. نهني الشعب الجزائري ونهني اللاعبين اللي أدوا مقابلة جميلة ونهني الأنصار بزاف اللي وقفوا معنا. ألف مبروك. عبد الحفيظ هذا فيما يخص الاستجوابات، لأنه الآن اللاعبين يتوجهون مباشرة لغرف الملابس. إذن شكرا لك يوسف، شكرا للجميع على هذه الفرحة الكبيرة. شكر بتأهل الجزائر إلى كأس إفريقيا والمونديال. بالفعل. تفضل يوسف. سأحاول مع ذلك أن أضيف بعض الاستجوابات إذا كان ممكن. أجواء جميلة جدا عبد الحفيظ، والله أجواء جميلة جدا. لا يمكننا أن نقطع اللاعبين عن فرحتهم حتى يجون بالتصريحات. سننتظر أنهم يكملون هذه الفرحة وسأستجوب الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. هذه الفرحة لا تضاهيها فرحة أخرى. الشعب الجزائري طبعا عادت له البسمة ويتأهل إلى كأس إفريقيا، والنقطة والعلامة الكاملة لهذا الجمهور الكبير. حاليلوزيتش سيرفع على الأكتاف. حاليلوزيتش، وحيد حاليلوزيتش يرفع على الأكتاف. تفضل يوسف. والله هم في فرحة كبيرة، يودون أنهم يحتفلون ثم يتكلمون عبد الحفيظ. مع ذلك سأحاول أن أقترب من لاعب آخر، لأن الفرحة لا تنسى وهم يحيون الجمهور الجزائري. هذه فرحة كبيرة جدا. هنيئا للجزائر، هنيئا للشعب الجزائري. جار معي على المباشر. مباراة كبيرة، دخلت في تغيير تكتيكي، والآن احنا في جنوب افريقيا. كيف كانت الانصار؟ كيف كانت المباراة؟ الحمد لله كانت مباراة صعيبة. دربي كنا نزلنا مباراة صعيبة، الحمد لله عرفنا كيفاش ندخلوا الشوط الأول، وكما نقول لك عرفنا كيفاش نسيروا. ما كاين هدفين أولانيين، سيرنا مليح المباراة. اللاعبين سيتو التكتيك. كلمني على الانصار اليوم سعد التجار. ما عنديش ما نهضر، علامة كبيرة. بارك الله فيك، بالتوفيق. اذا هذا سعد التجار. ساحاول ان اجلب بعض اللاعبين الاخرين زميلي عبد الحفيظ. يا يوسف، هذه فرحة كبيرة جدا، حتى اننا نذرف دموعا مع عبد الرحمن المهداوي. طبعا فرحين بهذا التأهل الكبير، تأهل الجزائر المستحق، تأهل الخضر المستحق. معي ايضا اللاعب السابق والمتميز عبد الحفيظ تصفوت، مانجر العام للمنتخب. عبد الحفيظ، اليوم قبل ما نطرح لك على المباراة، الانصار والجمهور كانوا رائعين. احنا كنا منتظرين هذا الجمهور، ما يخرجش
كان احنا سمعنا المدرجات في الملعب كان 8 4 سوايع قبل المباراه. السبري كانت سنه